السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ فضلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايه رأيكم بقى نعمل مع بعض النهاردة كده سلطة صحية وفيها كل الفواكه والخضروات عشان حتى اولادنا ياكلوها ويكون فيها فوائد غذائية كتير ليهم. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين معايا خل تفاح، معايا دبس رمان، معايا زيت، يفضل لو زيت زيتون يعني بس ما كانش موجود، معايا ليمونه، معايا ملح وفلفل. طبعا دي سلطه رمان ببنجر، فبيبقى الاساس فيها رمان وبنجر وجرجير. انا ضفت عليها شويه جزر وشويه فلفل الوان كده عشان تبقى حاجه زياده للاولاد. طبعا لو انت مش بتحبيها مززه ممكن تستغني عن خل التفاح وعن دبس الرمان لو انت مش عاوزه. تمام. هبتدي كده اللي انا عصرت الليمون معاكم. طبعا احنا مش محتاجين نتكلم عن الرمان، ازاي ان فاكهه الرمان دي فاكهه غنيه بكل المواد المفيده للجسم، غير ان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ان الفاكهه ديت من فاكهه الجنه، ان فاكهه الرمان من فاكهه الجنه. ومن تصبح بحبة من الرمان أضاءت له النور يومي. يعني هي فيها فوائد كتير يعني، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بيها. طبعا الرمان أول حاجة مفيد لها جدا 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 العظم والمعدة، مفيد للعظم وللمعدة. هنا عصرت الليمون كده زي ما انتم شايفين وحطيت عليه مية كده من اللي أنا كنت سلقة فيها البنجر. تمام. عشان تزود معايا الصوص كده يعني تخليها أحمر وجميل. وغير كده كمان اخد الفايده اللي نزلت من البنجر، لو نزل منه فايده ولا حاجه تفضل معايا ما تترماش يعني. طبعا حطيت معلقه خل تفاح، معلقه دبس رمان. دبس رمان ماسك شويه يا جماعه عشان كنت عايناه في التلاج. تمام. ابتدي بقى اللي احنا نقلبها كويس كده مع بعض. هنعمل الاول التتبيله بتاعتها، نعمل لها التتبيله بتاعتها الاول اللي احنا هنسقيها بيها، بعدين هنبتدي بقى اللي احنا نعملها مع بعض. سهله جدا 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 وبسيطه وجميله جدا وطعمها تحفه، مش قادره اقول لكم طعمها كان جميل جدا ازاي. ان شاء الله تعملوها وتعجبكم. وجربوها بقى وقولوا لي رايكم في ايه. طبعا الجزر لا غنى عنه، معروف. الجزر ما بيقوش النظر ولا حاجه يا جماعه، بس هو الجزر مفيد برضه. وعندنا البنجر الاحمر مفيد جدا جدا للانيميا. طبعا لو عندنا انيميا او الاطفال معانا عندهم انيميا نستخدم البنجر بقى في كل الاكل، نحطه بقى مسلوق مبشور في السلطه، نحاول ان احنا نستخدمه. تمام. هبتدي بقى اللي انا كده اخد الجرجير، ابتدي بس اللي انا اشيل الاعناق اللي بتبقى فوق دي، وابتدي اللي انا اقطعه معاكم كده زي ما انتم شايفين. اقطع منه كميه كده على السلطه. طبعا انت ممكن تحط لها شويه كزبره لو انت عايزه، لكن لو مش عايزه خلاص، لو انت بتتقبلي طعمها يعني. وكمان البقدونس مفيد جدا 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 للعظم، بيقوي العظم قوي قوي قوي. رايكم بقى في الالوان ده والجمال ده؟ طبعا انا سبت شويه ورق كده من الجرجير علشان نبتدي نزين بيه الطبق بتاعنا ونقدم عليه السلطه زي ما انتم شايفين. رايكم بقى في السلطه وفي الجمال دي كله؟ ما شاء الله عليها جميله جدا جدا. بعد ما حطيت في الطبق نسيت اللي انا سايبه الجرجير عشان ازينها بيه. تمام. نبتدي بقى ان احنا نحط الجرجير كده، نزين شويه، نزين الطبق اللي احنا هنحط فيه السلطه. تمام. طبعا الفلفل الالوان يا جماعه بيبقى مسكر جدا جدا وملان الياف وبيبقى طعمه طعم جدا، فالاولاد عموما بتحبه وبتحب ان هي تاكله، خصوصا ان هو حاجه ملونه وكده، فالاولاد عموما بتحب الحاجه اللي فيها الوان تنجذب ليها. فان شاء الله بصراحه جميله جدا 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 وهتجربوها تلاقوا طعمها تحفه. نبتدي بقى اللي احنا نحط البنجر عليها كده، نبتدي بقى نقلب البنجر شويه فيها، ونبتدي بقى نحط لها الصوص بتاعها، التتبيله اللي احنا عملناها عشان تتبل فيها دي. ولا اروع يا جماعه، جربوها ان شاء الله وان شاء الله تعجبكم، ويا رب دايما بالف هنا وشفا على قلوبكم. عاوزه اطلب منكم حاجه يا جماعه، يا ريت كل اللي يشوف فيديوهات يشترك عندي في القناه، ودعمكم ليا بيفرق معايا كتير جدا 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 جدا، وما بيخلينيش اكسل ان انا انزل فيديوهات. لما بشوف منكم تشجيع والله ببقى متشجعه وعاوزه استمر. فيا رب كده كل اللي تشوفني تفرحني.